مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. هاي الصورة اللي يرسمها القرآن الكريم تكاد تتمشى مع الإنسانية على مدى تاريخها الطويل. يعني لما نرجع إلى تاريخ الإنسانية نلقى هالصورة هاي اللي يرسمها القرآن الكريم. دائما العتاة والطغاة والظلمة يهددون الناس بالخروج من أوطانهم. اطلع من أرضنا، نعم أنت غير مرغوب فيك. هذه الصورة تنم عن طبيعة البشر، سنمر عليها إن شاء الله. يعني تمول عن ميول، هاي الميول إذا تغذت تصبح ميول منحرفة، وقد لا، بالعكس تتوجه. خلينا نشوف أولا الظلم شنو منشأه، وبعدين نعود إن شاء الله إلى الآية. الظلم معروف طبعا، احنا نقول هذا فلان ظالم ما يحتاج توضيح، من المفاهيم المعروفة الظلم. بس منشأ الظلم منين؟ الظاهر أن منشأ الظلم يشيرون إلى المفكرون أو المحققون أن إلى مصدرين: إما شعور الإنسان بطاقة زائدة بالمال أو بالقوة أو بالحكم، زين، أو شعور بنقص، مو بطاقة زائدة، شعور بنقص. فإذا شعر بطاقة زائدة يظلم غيره، وإذا شعر بالنقص يظلم نفسه. نبالي شلون؟ إذا شعر بطاقة زائدة شاف عنده قوة وشاف عنده وسائل لإجبار لقهر الآخرين يظلم الآخرين إذا ما قدر يسيطر على هالطاقة. أنت ملاحظ أكو واحد قد تكون عنده طاقة مالية، هاي الطاقة المالية واحد يقدر يسيطر على أعصابه، يصرفها بالأمور المشروعة، يعزز بيها نفسه، يحطها في مكانها. واحد لا، هاي الطاقة المالية عنده يبددها فيما لا يرضي الله، فيما يفسده، فيما يؤثر عليه. وإذا بالعكس ما أكو عنده نقص، عنده نقص إما من ناحية أموال، ما عنده مثلا، أو ما إلى مكانة، أو ما إلى مركز، أو متضائل، يبدأ عنده شعور بالنقص. إذا صار عنده شعور بالنقص يقول المن إنه بيظلم نفسه. ليش؟ لأنه يضع نفسه في غير موضعها، وقد يبيعها بثمن رخيص أحيانا، لأن تكون عنده فرصة
مهيئة لأن تهبط به. منشأ الظلم وحدة من اثنين: إما طغيان بالطاقة أو نقصان بالطاقة، وكلاهما يؤدي إلى الظلم، إما أن يظلم الآخرين أو يظلم نفسه. من بعد هالمقدمة خلي نرجع للمحاورة اللي رسمتها الآية الكريمة. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا. هي الحقيقة الأرض ما يمكن واحد يقول أن الأرض هي ملكي. صحيح، يعني المشرع الإسلامي طان ملكية الأرض، لكن هي ملكيتها الواقع يعني الانتفاع، القدرة على الانتفاع بها، وإلا الأرض هي تملكنا مو إحنا نملكها. يمكن نمشي على ظهرها كم يوم وبعد يومين ثلاثة إحنا نروح داخل ببطنها وهي تمتصنا تحولنا إلى تراب. مو رحم الله الشريف الرضي يقول ومسندين على الجنوب، وهذا الميت يحطوه على الجنب الأيمن على جانبه حتى يستقبل القبلة. ومسندين على الجنوب كأنهم شرب تخاذل بالطلا أعضاؤه أكلتهم الأرض التي ولدتهم أكل الضروس حلت له أكلاؤه. هي التي تملكنا بالواقع الأرض. يعني أنت ما يمكن تلقى لك شبر من الأرض مو متعاقب عليه عشرات الأجيال. إذا ترجع للأرض أي قطعة من الأرض تلقاها عشرات الأجيال متعاقبين عليها، مرت بها أجيال وأجيال وأجيال وراحت عنها وبقيت تلك الأرض هي الأرض. من الغرور أن واحد يقول هاي أرضي. هاي من ناحية هسه إذا ملكها أكو عنده طريق مشروع. واحد عنده قطعة أرض اشتراها ممكن يقول أرضي، لكن يجي واحد ينتزع الحكم على الناس بالقوة وقعد وقال هذه أرضي واطلع وانت غير مرغوب بيك، ايش اسوي له؟ هذا تاريخ الإنسانية اللي تشوفه، وحياتك تبقى الإنسانية غابة. الإنسانية تبقى غابة. يعني بعض الناس يتساءل يقول ايش دعوة هالكثر الله عز وجل بعث أنبياء؟ يعني عندنا نظرية تقول أن الأنبياء أكثر من 500,000 عبر تاريخ الإنسانية أكثر. لا مو هواية، بالعكس وحقك كل بلد يريد له عدة أنبياء، لأن الظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلمون. اتأمل ذول الناس اللي نسميهم ناس، إذا ترجع شوية تلقاه يتعامل بغرائزه أكثر مما يتعامل بعقله. يتعامل بغريزته، ساعة ينقلب لك حيوان رأسا، يتحول إلى أظفار ومخالب وأنياب، والقوي يأكل الضعيف يؤكل. الدنيا غابة، يجي القوي وانتزع بها الحق وادعى بأن الحق له وأخرج الناس من أرضهم وقال لهم هذه أرضنا. فذول يقولوا لهم للأنبياء احنا نطلعكم من أرضنا لأن انتوا ناس جيت خالفون شنو تجاهنا العام، انتوا خطر على المجتمع، خطر على الأمة. هسه شلون خطر؟ شنو الدليل على أنهم خطر؟ لأن ما وافق رغباته. لما ما وافق رغباته صار خطر عليه. إذا وافقت رغباته لا، أنت مو خطر عليه. نبه لي. يعني من هنا تعرف أن هاي كلمة حرية رأي اللي يقولون فلان عنده حرية رأي أو الشعب الفلاني بيحرر حرية رأي، خدعة من الخدع الكثيرة، واحدة من خيرة هذه. وإلا الفرد يملك أن يكون حر في رأيه. أنا أقول لك اللي يصير، والمصيبة الثانية اللي لابد من الإشارة إليها، أن واحد إذا مكن الناس من حرية من هالنوع هم قليل من عندهم يصعد إلى مستوى الحرية. يعني أضرب لك مثل، واحد يخلي علي بن أبي طالب يطلع من المسجد يوقف له يقول له شوف
أنا لا أصلي معك في جمعة ولا جماعة، ولا أخرج معك إلى حرب أو جهاد، ولا 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 ولا. قال للإمام: وأنا لا أهيجك بأذى ما دام الناس منك في أمان. أنت ما طولك مواطن صالح ما تضر أحد، أنا ما يعنيني ما يهمني، روح لا تبايعني ولا تصلي وراي ولا أحتاجك بشيء أبدا. اتأمل هالنموذج هذا، ما يسموه إداري حازم، هذا لا، يسموه لين هذا. لا، جيب لك واحد يتعامل مع الناس بمخلبه يقول لك هذا إداري قدير. ولذلك الآن أنت ما تعدم في تاريخنا جماعة إذا أجوا يترجمون الحجاج يخلعون عليه النعوت بأن كان إداري قدير قوي. مو إداري، وحش هذا، مو مسألة إداري، مو إدارة، أي وحشية. أن يصعد على المنبر رأسا يقول: إني لأرى رؤوسا قد أينعت وحان قطافها. أنا أشوف رؤوس أشبه شيء الآن بالثمرة الناضجة لازم تنقطع. هذا إداري قدير، بيش مطلوب الناس؟ ليش؟ فإذا المسألة يعني إحنا ما نزال نعيش بغرائزنا، ما نعيش بعقولنا، ولهذا تلقى مقاييسنا غالبا منطلقة من الغرائز. المقاييس اللي عندنا غالبا منطلقة من الغرائز. طيب، هذول يقولوا لهم لأنبيائهم: لنخرجنكم من أرضنا، زين، أو لتعودن في ملتنا. شنو معناه؟ يعني لازم نشد عليكم منافذ الفكر كلها، منافذ الفكر كلها نشدها عليكم، ما إلكم إلا منفذ واحد: تعتنقون آراءنا. إذا اعتنقتوا آراءنا، نعم، أنتم في أمان ونقدر نعطيكم المجال للحرية. أما إذا لا عندكم رأي غير رأينا، هذا هو سد منافذ الفكر. يسدون منافذ الفكر عند الإنسان. والحال الله عز وجل لما رزق الإنسان أعضاء المعرفة، أعضاء الإدراك، أراد الأعضاء أن تكون منافذ إلى خزائن المعلومات. يعني طان الأذن وطان العين وطان العقل وطان الحواس الأخرى حتى تكون وسائل للمعرفة، وسائل للعلم. ولهذا الآن ترجع أنت للشريعة الإسلامية تلقاها توفر لطالب العلم كل أدوات المعرفة. إذا طالب من طلاب العلم بيت المال يتكفل بتوفير أدوات المعرفة إلى، يعني يوفر له الكتاب، يوفر له الورقة، يوفر له الجو الدراسي، يوفر له العلم، يجعل صدقة على العالم أن يعلم. شنو المراد؟ المراد أعضاء الإدراك، أعضاء المعرفة، هاي تريد حقها، تريد تشبع مثل المعدة شلون تريد طعام. العقل يريد فكر، يريد علم، الذهن يريد علوم، يريد عطاء من المعرفة. فيمكنه، يعينه على تيسير هالوسائل حتى يعلمه، حتى يهذبه، حتى يطلع من موت الجهل إلى نور العلم. هو بحاجة إلى نور العلم. زين، فإذا كان كذلك الله عز وجل مو يقول: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أنت هاي نعمة أعطاك الله إياها، لما متعك بها النعمة لا تخليها النعمة معطلة، لا تجيبها تجمدها، لا، خليها تعمل. عقل الطاكيات تفكر بيه، عين تشوف بيها، أذن تسمع بها. إذن هذه مفاتيح علما لخزائن المعلومات. لكن مع الأسف تلقى دائما الظالمين والمتحجرين، مو بس الظالمين، بس الظالم يقول لك ما أريد فكر يطب إلى منطقتي، هذا الفكر يخالف فكري. تقول له: أولا الفكر ما يقرع بالقوة. أنت إذا ضغطت على الفكر بالقوة مثل ما تضغط على الماء تشده من جانب يطلع من جانب آخر. نبالي شوي زين. العلم ما يقارع بالقوة، يقارع بالعلم.
الفكر يقارع بالفكر، الفكر ليس بغير فكر يقرع، فإذا الفكر ما يقرع إلا بالفكر، بفكر مثله. أما استعمال الضغط على الفكر يخلي الفكر ينتشر أكثر. نبه، كلما ينضغط على الفكر أكثر، الفكر ينتشر أكثر وأكثر ويتجذر أكثر. زين، أي ناحية. الناحية الثانية، أنت ليش تحجب البشر عن النور؟ يعني هاي مثل واحد يجي يشد لعيون واحد يقول له لا تشوف الشمس. يا أخي خليني تجي من عندي، أنا ما أضايقك. أنت عندك شيء أفضل، عندك نور أفضل، أطرحه بالساحة. عندك فكر أفضل، خلي الأفكار تتصارع. لا تيجي تشتم، ماكو داعي للشتم. الفكر ما يحارب بالشتم. مع الأسف احنا عندنا الآن نسمي أنفسنا مسلمين، والمسلمين يفتح لنا مساحة واسعة، الإسلام يفتح لنا مساحة واسعة للحرية، لكن يا ترى احنا نعطي بعضنا البعض حرية أو لا؟ لا، مع الأسف لا. يعني انت إذا خالفت بالرأي خلاص انتظر من عنده أن يعطيك نعوت كافر ويعطيك نعوت منحرف. يا أخي عندك دليل على الكفر اشرحه بهدوء، ما عندك دليل مو شغلك اسكت. هي المسألة مو مسألة شتم، يعني هذول مع الأسف يعني ما عندهم. على سبيل المثال اليوم اجاني واحد قال لي مولانا انت راوي رواية عن الإمام الباقر سلام الله عليه، يقول لو أن أحدكم حج دهره ثم لم يزر الحسين لكان تاركا حقا من حقوق رسول الله. قلت له الرواية موجودة. قال لي هاي واحد جماعة حاطيها، مسوين صورتك وحاطيها يمها وكاتبين الرواية تحتها وكاتبين أن هذا يقول زيارة الحسين أهم من الحج، ما يحتاج واحد يحج، يروح للحسين. ماكو شيء، بالعكس. يعني الآن لو فرضنا واحد يقعد يصلي عمره كله لكن ما يصوم، صلاته يعني تكفي عن الصوم؟ لا بد من الصوم، طبعا لا بد من الصوم. هاي كذلك أنا أقول الحاج ذاك لله عز وجل، لكن هذا الحق حق رسول الله، لأن القرآن يقول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. طيب أنا أريد أكرم رسول الله بتكريم ابنه، هذا حق من حقوق رسول، ما له علاقة، هذا خليه يحج عمره كله، لكن لا يجفو الحسين، خليه يزور الحسين، هذا شيء وذاك شيء. ما تعرف يا أخي، ما في داعي أنت مثلا تقحم آرائك. تعرف وتريد تلخبط، لا هي خيانة ما إلها موجب. بالعكس شوف الرواية، شنو الرواية؟ ما تتعارض. لو عمره كله يروح للحج لكن ما يزور، يعني يجفو رسول الله، هذا بمكانه وذاك بمكانه، هذا ما له علاقة بذاك أبدا. هذا أكو به مسألة تفضيل أن هذا أفضل من الحج أو الحج أفضل من هذا، هذه مسألة على حدة، هي ما له علاقة بهذا الموضوع. بعدين أنت ما لقيتوا فرد فتح إلا تطاردون على إخوانكم تزيفون عقائدهم. روحوا حاربوا المخدرات، حاربوا الرذيلة، حاربوا الجهل، حاربوا الانحراف. لا ذنيك ما لهم شغل به. نعم له شغل بهذا. وهذا أنت اللي جيت حاربه، اللي يقول مثلا أن حق أكو لرسول الله، يعني هذا مرتبط بالإسلام ومرتبط برسول الله، لأن ما جاي يدعو إلى واحد خارج نطاقنا، دي يدعو إلى رسول الله وأبنائه اللي هم رافد من روافد المعرفة ورافد من روافد الدين. يمتى الله عز وجل يهدينا ذولا الجماعة، وما أظن يدبر، ما يسويها الله، لأنه إذا سواها تنغلق، أكو دكاكين تنغلق هاي، ذولا يعيشون منها، ما إله. يا أخي أرجوك يا أخي، الله الله في المسلمين، في أهل لا إله إلا الله، الله الله بيحنا بيا حال. راعوا حال المسلمين، راعوا وحدة المسلمين. جاي طارد لي شأن هذا، لو أحط إيده على بعض الروايات الواردة عنهم خلي يشوف شكو بالدنيا.
لكن ما أريد أجاوب على هالأشياء هذه، لكن أريد أنبه مجرد تنبيه. المهم أعود للموضوع. في واقع الأمر أن هؤلاء في غاية الظلم، لأنهم يجون إلى الأنبياء لمجرد أن الأنبياء حملت رسالة إصلاح وحملت دعوة إصلاح. اخرجوا من تسجد لأصنامنا وتتبع آراءنا وأفكارنا فأنت مصلح، وإلا إذا خالفتنا بالرأي اخرج من أرضنا. هي متى كانت أرضك هاي حتى يخرج من أرضك؟ شلون أنت متى اعتبرتها أرضك؟ الأرض لله عز وجل يورثها من عباده من يشاء. وغالبا ذولا ترى الظالمين يعني غالبا إذا ترجع لهم تلقى مصارعهم خارج الأرض اللي يطلعون الناس من عندها، تالي حتى الأرض ترفضهم. المهم، فالمحاورة اللي يرسمها القرآن الكريم يريد يبين شلون أن آفاق البشر ضيقة. شوف احنا خلي نرجع إلى الرواية اللي تقول تخلقوا بأخلاق الله عز وجل. أخلاق شنو؟ من أخلاق الله أنه لا يقابل من لم يعبده. إيش قد أكو ملحدين ناس بالدنيا، مطي عمر ومطي عافية ومطي رزق ومطي قدرة على التحرك ومطي قدرة على العلم، وأبدا يقول وين يروح هذا بعدين أنا أتفاهم وياه وما يطلع من قبضتي. لكن الآن بالدنيا عنده معدة، هاي المعدة يكون أشبعها، يكون أعطيها طعام. بالدنيا عنده جسد يريد ثوب، بالدنيا عنده بدن يريد له سكن يسكن به، بالدنيا هو بحاجة إلى تعلم، يعني يكون أوفر له حاجاته. بعدين لاحق وين يطلع هذا؟ يهرب من الله وين يروح؟ ما يقدر يروح. لكن الآن بالدنيا من النبل لأن يخالفني بالرأي أنا ما أحاربه، من النبل ألا أحاربه، من النبل ألا أحاربه برزقه، وإن خالفني بالرأي. حتى لو خالفني بالرأي ما ينبغي أن أحاربه برزقه أو أحاربه بأرضه أو أحاربه بمسكنه، لأن هاي الصفة خسيسة، هذه هبوط بالمستوى الإنساني. المستوى الإنساني حتم هذا إنسان إلى حقوق الإنسانية، وما مسوي شيء لمجرد أنه خالفني بالرأي. وإذا خالفني بالرأي هو مو معلوم باختياره، خالفني بالرأي شو تنبه لي زين، هو مو معلوم خالفني بالرأي باختياره، يجوز بأمور قهرية. يعني أرجوك الآن اللي يعيش في محيطنا إحنا، في محيط العرب، الأخلاق اللي عنده نفس الأخلاق اللي يعيش أفرض في محيط أوروبا أو كندا أو أمريكا؟ طبعا لا. ليش؟ لأن ذاك المحيط إلى أخلاق وقيم، وهذا المحيط إلى أخلاق وقيم. هذا الإنسان لما ينولد هنا يتنفس هذه القيم مثل ما يتنفس الهواء، ما يقدر يفلت من عندها إلا بصعوبة. فأنت تجي ليه تحكم عليه بالإعدام؟ ليش تحكم عليه بالحرمان لمجرد أن خالفك بالرأي؟ هذا هو الإنسان. والغريب أنت كلما تقول أن الإنسانية راح تخلص من هالتعقيدات، والحمد لله الوضع اتطور، بالعكس تنتكس الدنيا للوراء أكثر أكثر. غريب يعني، غريب. يعني المفروض هاي ثورة المعلومات هذه الآن اللي الدنيا مقلوبة ويقولون أن العالم راح يتوحد والنظام راح يكون نظام واحد، وتشوف أن المعلوماتية كما يعبرون عنها انتشرت إلى درجة عجيبة، والناس بدأت تفكر تفكير الدولة الواحدة. ولكن مع الأسف يوم على يوم يتراجعون القهقرة، نرجع إلى الوراء بأخلاقنا وبقيمنا. وإلا أنا إذا خالفني هذا بالرأي شرد من عنده، ما طول هو محتفظ بالأصول أكو عنده فروع يخالفني بيها، ما عندي مانع، خلي يخالفني بها الفرع هو إلى رأيه. ولذلك أنا أكو شيء أأكد عليه، يعني صرت دائما أدعو إلى، دائما وسأبقى أدعو له. شنو هو إحنا الآن لا ننتظر من مسلم
يعيش على مذهب معين أن ينتقل إلى مذهب آخر. لا، أنت بس عاملني على أساس أني مسلم، وأعاملك على أساس أنك مسلم، وإلك قناعاتك الخاصة وإلي قناعاتي الخاصة. لأن أكو بعض الناس لو ينزل إلى الله عز وجل والملائكة والأنبياء ويقولوا له ترى هاي عقيدتك أنت مشتبه بها، العقيدة الفلانية أفضل، يقول له لا روح أنت مشتبه. نعم، نبالي شوي زين، يعني خلنا نكون واقعيين. إذن ما طول أكو أصول مشتركة بيننا كمسلمين خلي نحتفظ بها الأصول. أنا عاملك على أساس أنت مسلم وأنت تعاملني على أساس أنا مسلم، وخليك في فروعك وخليني في فروعي، وخلينا في قناعاتنا وخليك في قناعاتك. فالمسألة يجب أن نكون عمليين، وإلا هاي ما تخلص. هذا يجيب له رواية، والرواية الكلام يحتمل به ألف شكل، وهاي يقولون 2 مرة لقوا لهم حبارة، طير مال حبارة يطير ويحط بالأرض. قال له لصاحبه هاي شنو؟ قال له هاي نعجة. قال لك طير هذا ما تشوفه يطير عنده جناح؟ قال له نعجة ولو طار 1000 مرة. ما في داعي. هذا فمن هالنوع الواقع نرجع للموضوع. فإذا هؤلاء شو يقولوا للأنبياء؟ يقولوا لهم أنتم اخرجوا من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. اللي صاير الآن يا أخي أنا عندي منافذ للمعرفة، خليني أشبع منافذي. يقول له لا، كتاب لا تخلي بمكتبتك. نعم، لهؤلاء هذول كتبهم مضللة. زين، رواية عن هؤلاء لا تروي. طيب مو أنت مثلا جاي تذكر آراء لمذاهب إسلامية، أنت هذا المذهب مو إسلامي، من الأول احكيها بصراحة وقول هذا مو إسلامي وريح الناس. لا والله مذهب إسلامي، اذكر آراء. شو اذكر آراء؟ مو تجي تذكر آراء من دب ودرج. جيت مروان الوزغ ابن الوزغ تاخذ رأيه، تجي إلى سيد شباب أهل الجنة مثلا هذا ما إلى رأي. شيء غريب. يعني مع الأسف عندنا تشنجات داخل مجتمعنا الإسلامي لا بد من امتصاصها. يعني من الضروري أن نكون واضحين، نعالج مشاكلنا وبموضوعية وبأعصاب باردة. هذا هو معنى الإسلام، هذا أسلوب القرآن. وإنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. هذا أسلوب القرآن الكريم هذا. طيب أعود. لتعودن في ملتنا. طيب انتقلت إلى أوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. زين، هذا التعهد اللي أعطاه الله عز وجل شنو معنى؟ يعني كيف الله يهلك الظالمين؟ يعني قد يقول قائل أن الظالم الآن دا نشوفه احنا يعني يتمكن ومتجذر وإلى مكانه. شلون الله يهلكه؟ الله يهلكه ترى بطرق، اكو طرق متعددة. أولا الطريقة الأولى أن هذا عاقبته عاقبة وبال، هذا ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. هذا لاحق رايح إلى ربه، هاي ناحية. ثانيا أن هذا الظالم ليس له مكان في القلوب أبدا، لأن هي الدنيا معيشته يومين بها الدنيا وينحط بالتراب وخلاص. لا والله أكو واحد لا، حتى إذا انحط بالتراب ما طلع من الدنيا، ظل يعيش بالقلوب، يعيش بالمشاعر، يعيش بين الضلوع. الظالم لا مكان له بالدنيا. المكان المكان للعادل، لحامل القيم، لحامل الأخلاق. هذول يعيشون يظلون وين يعيشون؟ بالنفوس. أما الظالمين فالله تبارك وتعالى يدمرهم. شلون يدمره؟ ماديا ومعنويا. إن الشمس يعيشها مو معلوم يطلع براحة، يجوز يطلع وهو ماخذ حقه من العقاب من ناحية،
ومن ناحية ثانية مثل ما يقولون دار الظالمين خراب. هاي الدار، الأرض اللي يسميها أرضي والدار اللي يسميها داره، تجي ليه تلقاه في دار ما إلى قيمة، في مكان ما إلى قيمة. وأعتقد هذا المعنى وين ما تروح تلقاه موجود. تفضل. كانوا أكو مشركين طلعوا النبي من مكة وطلعوا للمدينة ولحقوا للمدينة قاتلوا، لكن وين المشركين؟ المشركين ظلوا لو النبي ظل. الآن لما تمر إلى المدينة المنورة وتشوف هذا المرقد الذي، هالقبة التي تناطح السماء، لما تجي إلى الكعبة الشريفة اللي لما صعد بلال يأذن عليها واحد قال الحمد لله الذي أكرم أبي فلم يشهد هذا المشهد، الله رحمه لأبوي ما شاف المنظر المزعج. واحد قال ليتني مت قبل هذا اليوم ولا أسمع صوت هذا الحمار ينهق على ظهر الكعبة. كل واحد قام يحكي له حكاية. لكن وين هم المشركين الظالمين؟ وين راحوا؟ وتفضل. هاي الكعبة الشريفة الآن تتألق، ويومية تزود تألق وتزود مكانة، ويومية تشوف الملايين تطوف بها. إذن هذا مو إهلاك للظالمين؟ هاي شوف الرسالات تعيش، تبقى الرسالات متألقة والظالمون يذهبون. بالعكس الله عز وجل يهلك الظالم ومن ورائه عقاب الله. وين ما تروح تلقى الظاهرة، تلقى هذه الظاهرة حتى في قلب أوروبا اللي كانوا يوم من الأيام قابلوا المسلمين مقابلة عجيبة غريبة. بدأ فكر النبي يغزوهم، الآن في عقر ديارهم بدأت نظريات الإسلام تتغلغل في أنحاء أوروبا، في أطراف الكرة الأرضية. قام الفكر يأخذ طريقه أكثر. فالله عز وجل وعدهم، قال لهم لنهلكن الظالمين، أي وحدة. ثم قال لهم ولنسكننكم الأرض من بعدهم. طيب، هي ترى أكو واحد قد يسأل سؤال يقول أن ذولا حتى الظالمين وين هم بالأرض، يعني وين يرحون؟ أم يندفن بالتراب، وغير الظالم المؤمن أم يندفن. إذن شنو معنى نسكننكم في الأرض من بعدهم؟ شلون الله عز وجل يسكنن الأرض من بعدهم؟ بأي طريقة؟ يا أرض هذه، لأن الأرض لما كان كل واحد يأخذ له بها مكان، يا أرض أنا أقول لك الأرض اللي إحنا تمام كل واحد من عندنا يعيش على سطح الأرض، لكن مو كل الأرض يحبها بمستوى واحد. يعني أنا عندي شبر من وطني من مسقط رأسي يسوى الدنيا. شبر من الأرض اللي انولدت عليها اللي مسح خدي ترابها، هاي تسوى الدنيا عندي، هاي هي الأرض العزيزة علي. ولا مو كل الأرض، وصحيح كل واحد بالنتيجة يندفن بالأرض، لكن ليست كل أرض هي موضع حبه وموضع تقديره. ولهذا هاي وين يثيروها عندنا فقهاء المسلمين بالفقه الجنائي. شو وقت إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله إلى أن يقول أو ينفوا من الأرض. ينفوا من الأرض يعني وين تنفيهم من الأرض؟ بيا مكان يعني تطلعهم إلى الكواكب الأخرى؟ لا، مو شيء. إذن ينفوا من الأرض وين؟ يعني ينفوا من أرضهم، يعني الأرض اللي صارت الجريمة عليها طلعوهم عنها. هاي الأرض اللي يحبوها واللي يعزوها ودوهم إلى أرض أخرى، خليه يعيش يشعر بالغربة. لأن أنت ما تعرف هذا شعور الإنسان بالغربة إذا طلع عن تربته، عن أرض اللي انولد بيها. الحياة جحيم تصير بعينه. دفرض الأرض اللي عاش بها صحراء وراح إلى أرض جنان، مع ذلك يبقى يحن إلى تلك الصحراء، مسقط رأسه إلى داخل. هذه الأرض اللي هم يعزوها يحبوها، لهم ذول راح نهلكهم وراح نسكنكم الأرض اللي صار. تفضل، ذولا طلعوا النبي من مكة، مو بالأخير مكة إلى من صارت إلى النبي. الآن مكة رأسا من بعد الرسالة الكفار انحسرت
طاقاتهم وقوتهم، والمسلمين مدوا نفوذهم واجوا الى مكة تملكوها مرة ثانية. المدينة المنورة، بقاع الارض الاخرى اللي وقفت بوجه الاسلام، اهلك الله الكفرة. تفضل الان اللي كانوا يحكموها الروم، افرض مثل الشام، مثل انقرة مثلا، مثل اسطنبول، بالعكس الان دخلها الاسلام وصارت المساجد بها اذا صار الغروب تسمع صوت اشهد ان لا اله الا الله. اي بقاع الدنيا، المناطق اللي كانت تحكمها الامبراطورية الفارسية ايضا انحسرت عنها ودخلها الاسلام، فاهلكهم الله ومكنهم من سكن الارض، صارت الارض الهم، يعني اسكنهم الارض من بعد هؤلاء، عادت الارض اليهم، رجعت الارض اليهم. طيب، ثم قال لهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. هذه يعني العاقبة لمن الله يعطيها لمن يخشى الله، يخاف مقام الله ويخشى وعيده. من بعد هالمقدمة بالآية خلي ننطلق إلى الهدف اللي نريده من وراء الآية. هذه الأرض اللي الظالمين وعدوا أو توعدوا بالإخراج منها، افرض مثل المدينة المنورة، طبعا الإخراج مرة مباشر ومرة بغير مو مباشر. الإخراج المباشر أن يقول له اطلع، والإخراج غير المباشر لا، يريد يودي وراه يضرب عنقه أو يريد يسجنه فيضطر يطلع من الأرض. هذا اللي صار. الحسين اضطر أن يطلع من المدينة. لوين يطلع من المدينة؟ يطلع وهو أعلن بالمدينة بأني أنا طالع إلى منطقة اسمها كربلاء. زين، طلعوا الأمويين، أخرجوا للإمام من أرضه بالضغط، طلعوه بالضغط، وطلعوه أيضا من مكة. مو يقول الشاعر وقد انجلى عن مكة وهو ابنها وبه تشرفت الحطيم وزمزم. فهم ضغطوا عليه وطلعوه، لكن لما طلع من مكة أو طلع من المدينة، في الواقع راحت المدينة من عنده أو راحت مكة من عنده؟ لو لا، بها رسالة جده. الآن الدين الذي يسود المدينة ويسود مكة دين جده رسول الله، دين الإسلام. إذن ما طلعوه من عندها، هاي ناحية. الناحية الثانية ذولا إذا ما رادوا يطون للحسين شبر من الأرض يقعد عليه، قالهم يا واش راح أطي الأرض كلها إليه، راح أطي المشاعر كلها، أخليه يسكن المشاعر بأجمعها. وفعلا هذا اللي صار. يعني هسه أبين لك خلال البحث شلون هذا اللي صار. وهذا المعنى استعملوه الأمويين ويا الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه ويا ابن الحسين. يعني مو بس لاحقوهم بالحياة، لا، بالحياة ومن بعد ما رحلوا انتقلوا إلى الله عز وجل، يعني لحقوا حتى قبورهم. أنت تعرف ليش الإمام أمير المؤمنين يوصي أن قبره لا يكون يصير واضح من بعد وفاته؟ لأن الأولاد حفروا عدة قبور وطلعوا جنائز وهمية، جنازة ودوها للحجاز، وأخرى ودوها عن طريق الشام، وأخرى ودوها عن طريق ثالث. ولذلك اجى بعض المؤرخين يقول أصلا علي بن أبي طالب ما إلى قبر، حطوه على بعير والبعير ضاع تيه. ووقف شاعرهم يقول وإن يك قد ظل البعير بحمله فما كان مهديا وما كان هاديا. هذول اللي تصوروا أنه ما إلى قابر، اتأمل اجى علي بن أبي طالب قال لهم يا واش انتم ما تطوني قابر؟ لا والله راح أحتل النفوس. مو تتنبه بالله لهالصورة اللي يرسمها أحد الشعراء، يقول له سيدي سيدي يا أبا تراب، عجيب أن يهز العروش خد تريب. هاي العروش الضخمة القوية خايفة من خدك اللي على التراب اللي بالقبر. سيدي يا أبا تراب، عجيب أن يهز العروش خد تريب.
شتمتك الشئام 70 عاما، وتمادى بما يقول الخطيب، وتمادى بما يقول الخطيب
وأرادوا عيبا فما وجدوه. أين من ذروة الكمال العيوب؟ وإذا شتمهم يصوغك ربا جل ربي لأنك المربوب. يقول لهذول اللي شتموك يردون يطلعوك من شبر من الأرض صنعوك رب، يعني كثير من الناس يعبدوك، استغفر الله طبعا. يقول له وإذا شتمهم يصوغك ربا جل ربي لأنك المربوب. وإذا أنت بعد ذاك خلود وشموخ ونزعة ووثوب. وإذا أرض الشتم غرسك فيها، وإذا أرض الشتم غرسك فيها من ثمار وغرسهم خرنوب. نعم، الواقع أن هؤلاء اللي صوروا أن الفكر يطرد بالضغط وصوروا أن الحقائق يمكن أن تهضم، بالعكس صنعوا له مكانه. إذا أخذوا من عنده كرسي مال يومين حطوه كرسي عرش على القلوب تندثر الدنيا ولا يندثر. وهذا هو معنى الخلود. هذا الخلود الذي أراده الله. طيب خلينا نرجع. الحسين سلام الله عليه ضغطوا عليه وطلعوه لأنه ما بايع، أبى أن يبايع يزيد ابن معاوية. لما أبى أن يبايع وانضغط عليه وطلع من أرضه، اجى إلى قبر النبي ودع وقال له يا رسول الله أنا ابنك، زين، وهؤلاء أخافوني وذولا يردون أنت أمرتني بأمر وأنا سائر لأمرك. بس هاي نقطة أخافوني بأي معنى؟ يعني الحقيقة أنا ما أتصور أن الحسين يمكن أن يقال خاف. الحسين لو كان خايف كان رأسا أعلن مثل ما أعلن غيره، كان أعلن أني أنا راضي وتسووه ويأخذ فلوس اللي يريدها يقدر يأخذها. لكن كون الحسين يطلع خائف، حتى بعض الشعراء يقول خرج الحسين من المدينة خائفا، ما يعني فرد كلام ما أفهم له معنى. أنا ما أفهم له معنى. الحسين اللي يقول خط الموت على ولد آدم ما خط القلادة على جيد الفتاة. الآن القلادة تطوق عنق الفتاة، يقولهم الموت هالشكل يطوق كل أعنى، كل نفس ذائقة الموت. وين يطلع الإنسان؟ أكو واحد يخلص من الموت؟ الحسين يقول خير لي مصرع أنا لاقيه، أنا الله اختار لي مكان وراح أروح إلى مصرعي هناك، وأنا طالع بدون مواربة، لا أعطي بيدي إعطاء الذئب. هذا مو خائف، ما يقال خائف. أنا أقول لك يمكن أن يقال شيء واحد، أن الأمويين لا يعجلون عليه بالقتال في مكان يريد الحسين أن يبقى محترما. يدري الأمويين ما عندهم مانع، الكعبة حرقوها ما في مانع أبدا. الكعبة حرقوها ماكو مانع، قبر النبي طبوا إليه والخيل بالت في داخل القبر الشريف، والنساء نعم هتكت أعراضها، والدماء سالت، ورؤوس الأطفال انتثرت على حيطان قبر النبي. وبعد ذلك أمير المؤمنين يزيد المفترى عليه كله واحد، ماكو هذا كله واحد. شايف هذا؟ لو هل قد أكو واحد من أئمة أهل البيت عنده وحدة من هذني كان شفت الدنيا وين واصلة. فليش إحنا ما نحط إيدنا على الدنبلة؟ ليش ما نقول الحق؟ ليش ما نقول كلمة الصدق؟ ليش ما نمشي ضمن مقاييس الإسلام التي أرادها الله عز وجل؟ زين، هاي الحسين أراد هالمعنى. إذا ظل بالمدينة ما عندهم مانع ينتهكون حرمة المدينة كلها من أجله، يجوز يقتلوه داخل القبر، بالكعبة ما عندهم مانع يدخلوا. أرجوك عبد الله بن الزبير منو؟ عبد الله مو أبو الزبير حواري رسول الله؟ زين، مو أم أسماء بنت أبي بكر؟ مو الشكل؟ مو هو المفروض أن إلى مكانة من صحبة أو تابعية؟ إذن كلهن مو قتلوه في داخل الكعبة. وشنو اللي صار؟ أكو حساسية؟ لا، ماكو حساسية. فالمسألة إذن خوف الحسين ألا يعاجلوا في مكان الحسين يريد هذا المكان يبقى على حرمته،
والأرض كلها واحدة، هو عنده رسالة، رسالته هنا ما يقدر يؤديها، يروح يؤديها في مكان آخر. فالحسين وين اختار؟ اختار هذه التربة، اختار الله عز وجل له تربة كربلاء. هذه التربة اللي يقول عنها الإمام الباقر سلام الله عليه أنها من بقاع الأرض الطاهرة الطيبة التي أرادها الله لأوليائه ولعباده. زوروا قبورنا بالغاضرية. دائما الإمام يدفع الناس، يقول لهم خليكم على تماش بالأرض، يعني اوقفوا ميدانيا اوقفوا وين؟ على التراب اللي جسد عليه الحسين البطولة. خليكم دائما مشاعركم مشدودة إلى كربلاء. وترى هو هذا السر. النقطة شوية تنبه لي لنقطة، يعني عندنا الآن بعض الصحابة كان يطلع من المدينة، وبعض التابعين يطلع من المدينة ياخذ له لبنة من التراب. منين؟ من تربة المدينة. ليش؟ شوقا إلى هذه التربة حتى يبقى على ذكراها ويسجد عليها. هاي لأنها قطعة من تراب من الأرض، والأرض نعم صالحة للسجود. كذلك أئمة أهل البيت لما يدفعون لأن نسجد على هالتراب، التراب كله واحد، لكن هذا التراب الحسين جسد عليه شيء، هذا إلى ذكريات يرتبط بمشاعر المسلمين. الحسين جسد عليه أهداف الإسلام، المروءة والإنسانية والصبر والأخلاق، كلها جسدها الحسين على صعيد الطف. فيردون من عندنا أئمة أهل البيت أن نبقى دائما على تماش بهذا. التربة تذكرنا بالحسين، وهو ما بين مشاعرنا، بين أضلاعنا، في نفوسنا، وهو يملأ أذهاننا حتى نبقى دائما على تماش بدعوة السماء، رسالة السماء. أرجوك، شنو هي الرسالة اللي كان حاملها الحسين؟ شنو طلع يحمل أي رسالة؟ يعني عندما طلع وطبوا عليه جماعة من محبي ومن أخصائي، قالوا له وين تروح؟ أنت وين تروح؟ مو معلوم طريقك معبد، ذول اللي رايح لهم جائز ما يفون بما وعدوا، فعليه أنت شوف لك فد مكان آخر. قال لهم إني لم أخرج أشر، هذا المعنى اللي سطر بوسيطة، إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي وأن أسير فيهم بسيرة الحق. هذا هو اللي أريده مو أكثر، هذا هدفي. لا أريد حكم ولا أريد أموال، أريد إعلاء كلمة الله، لواء الإسلام لا يوقع. هذول كانت أكو عندهم طاقات حشدوها، قاتلوا رسول الله حتى يقضون على الإسلام. وقف أبو سفيان يخاطب النبي يوم أحد، مو شاف بعض الصحابة انصرعوا وطاحوا، وقف يصيح اعلو هبل اعلو هبل، يعني يا هبل يا من نعبده خليك عالي، لأنك أنت الويت رقاب ذوله، لأنك ذليتهم، اعلو هبل. قال لهم النبي أجابوه الله أعلى وأجل، الله أعلى وأجل. ذولا حشدوا وسعدهم ألوية لكسر لواء الإسلام. الحسين يقول أنا أحق من غير، ما يمكن أوقف أعاين أشوف أن الإسلام بدأوا ذولا يستهدفوه وراح يقضون عليه، أنا أحق من غير وأنا خارج مهما يكلف. ألا ومن كان فينا باذلا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا فإني راحل مصبحا إن شاء الله. وإجا لوين؟ إجا إلى كربلاء، حط الرحل بهذه التربة ووقف على هذه التربة اللي راح تصير محل للمعركة، واللي راح ينطلق منها صوت الحسين عبر التاريخ، واللي راح تصبح مثل أعلى في نفس كل مسلم يؤمن بالله وبرسوله. وقف الحسين وستبقى كربلاء
تعيش في مشاعرنا. شي يقول له واحد من الشعراء، يقول: أيا كربلاء يا عبير الجراح وزهو الدم العلوي الأبي، ويا صرح مجد بناه الحسين وأبدع في رصفه المعجب، ويا عبقا في ثرى الخالدين يشد الأنوف إلى الأطيب، سيبقى الحسين لواء على أصيلك والشفق المذهب. فعلا الحسين سيبقى أصيل على هذه التربة. يعني بشيء من التوجه شوية، إذا توصل أنت إلى القبر الشريف، إذا وصلت إلى كربلاء ومشاعرك شوية محصورة، يعني ترجع إلى ذهنك، تطلع إيش أكو بذهنك من رواشب وتتجه، إيش تسمع؟ تسمع كأن الحسين واقف على التراب ويشيل راسه، يقول: اللهم إني زاحف بهذه الأسرة، اللهم إني زاحف بهذه الأسرة مع قلة العدد وخذلان الناصر. بس هي لا، وتسمع أكو صوت آخر وأصوات أخر. تسمع صوت عند المصرع لما سقط الحسين على الأرض وطلعت لعقيلة الطالبين زينب، عندما طلعت لوين وقفت على التل اللي يشرف على المعركة، لأن الحائر شوية منخفض وهاي التلال يعني محل المخيم مرتفع، وقفت هناك، صوتها أخذت تبعثه إلى الحسين: نور عيني نور عيني يا حسين يا ابن أمي يا حسين، أخي إن كنت حيا أدركنا، هذه الخيل قد هجمت علينا، وإن كنت ميتا فأمرنا وأمرك إلى الله. يقوم الحسين ما إلى طاقة، يسقط من الإعياء، يقول: يا شيعة آل أبي سفيان، إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد، ارجعوا إلى أحسابكم، كونوا أحرارا في دنياكم، كونوا عربا كما تزعمون، أنا الذي أقاتلكم وتقاتلوني. هالصوت إذا مجلجل وين؟ على رمال كربلاء. ورجعت هي، طلعت من كربلاء، لكن طلعت كربلاء من عدها من قلبها؟ لا والله، بقيت كربلاء تعيش بمشاعرها. هاي أخت الحسين على البعد عيونها شابحة وين؟ إلى تراب كربلاء، إلى هذا الثرى. وعيونك يا ابو السجاد لوين يمك يخلوني احط راسي على قبرك، ارش بدمعة عيوني، واقضي العمر كله هناك، واقول ان اهل يلوموني، شل بالعمر بعده وشل بعشته والبلايا، شمدوب ظل ابن امي دمع جاري وقلب ممرود، عيوني والشمس والدار كلها عقب عينك سود، ابني من العمر يا ابن امي بل شلال ديار تعود،
ما عاشتها الفترة اللي عاشتها من بعد الحسين بشيء من الراحة. وشلون تقدر ترتاح؟ داير مدايرها يتامى وأرامل، داير مدايرها بيوت خالية من أهلها، تلتفت هنا بيوت آل عقيل، هنا بيوت آل جعفر، هنا بيوت أحفاد علي بن أبي طالب بأجمعها خالية، ما فيها إلا أرامل ويتامى. تطلع أسماء بنت عقيل تشق طريقها وتقول: ماذا تقولون لو قال النبي لكم ماذا صنعتم وأنتم آخر الأمم بعترتي أهل بيتي بعد مرتحلي منهم أسارى ومنهم ضرجوا بدمي. يا ناعش بعد تدرش غدالي، شفت ونتي وهضمت عيالي، بيت بيت وبقى من الزلم خالي. هذه ديارهم وبعد الأنيش غدت وليس فيها سوى. إخواني شوي عندنا مرضى، خلينا نتوجه إلى الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا ربي نسألك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات، شاف مرضانا يا الله. اللهم اقض حوائجنا، اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اجعلنا اللهم ممن يأخذ بحجة محمد وآل محمد. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم، ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.